أهلا وسهلا بكم إلى ملف هذه الليلة. المحاولات التي يقوم بها البعض لجر البلاد أو الواقع الأمني إلى مربعات خطيرة كنا قد غادرناها بعد أن دفعنا دماء طائلة وعشنا أياما وليالي إذا ما مر ذكرها تقض المضاجع. لذلك كل مسؤول أمني وكل رئيس وكل وزير وكل حاكم وكل متنفذ وكل صاحب سلطة يجب أن يرفع سيفه بوجه هذه الحثالات التي تريد أن تعبث مرة أخرى بحياة الناس حتى تنتفع. ديالى نموذجا، وقبل هذا وقبل ذاك يجب أن نتكاشف ويجب أن نقول الحقيقة لما يجري ونحدد طبيعة هذا الصراع. كافي سكوت، كافي مهانة، كافي خنوع، كافي مجاملات. شنو بده يصير بديالى؟ كل القادة الأمنيين يعرفون، لكن هنالك من يسكت، هنالك من يصمت. لكن كيف لنا أن نصمت على دم يراق وعلى نساء تقتل وأطفال تقتل، حتى هنالك أطراف تريد أن تتقاسم فيما بينها على مدى الأسبوع في المحافظة للتهريب. دولة تعرف من هم المتنفذون بالتهريب وكيف تم تقسيم أيام الأسبوع فيما بينهم، يومين لك ويومين إليه ويومين لفلان، وواردات اليوم الواحد $2 مليون من تهريب المخدرات، وشعبنا يموت ومعروفين. المن يشتغلون وياه اللي يعاونهم وياه اللي ياخذ الفلوس وياه اللي يقسم. ما يصير نبقى كل احنا ساكتين. دماء طاهرة، شباب، حشد، قوات أمنية، مكافحة إرهاب، استخبارات قدمت نموذج بهذا. ما يبقى مسلحين وخائبين وخارجين عن القانون يدعمهم هذا ويدعمكم ذاك. ولذلك يا دولة الرئيس، الوضع في ديالى لا يتحمل المجاملات، وتجار المخدرات والمافيات ومسلحيهم وسيطرتهم على المنافذ هذا هو الذي خلق الوضع. يعني شلون تنضم ما تنضم، ينسكت عليها ما ينسكت عليها، لأنه هذا مو اليوم، مو البارحة، مو أول البارحة، ولا هذا الحد. إذا كان لكم حاجة في ديالى فاقطعوا هذه الرؤوس العفنة ومن يواليهم ومن يسكت عنهم. عندكم جيش والله يا أبطال، والقيادات التي عشعشت هناك يجب أن يكون بها موقف، لأنه خلاص تمت السيطرة عليهم. ولا يقوون على هؤلاء شنو منافذ بيد متنفذين، شنو بلد انهجم من وراء المخدرات والكل ساكت على المخدرات، والكل تعرف من الأسماء ومن اللي يهرب ومن اللي يطبب ومن اللي يبيع ومن اللي يغض النظر. هذه قضية لا يمكن السكوت عليها إذا كنتم تريدون أن تمضوا في طريقكم وأن كنتم تريدون أن تمضوا في هذا المشروع. أما مجاملات على حساب الدم، أنا أقول لكم ديالى الشرارة التي عليكم أن تحذروها جميعا، وأن تفتحوا الملفات التي لديكم يا قيادة العمليات المشتركة ويا مكتب القائد العام ويا كل الجهات ويا محافظة ويا قيادة عمليات ديالى، وتعطوها إلى رئيس الوزراء. قل ذول اللي سووا بديالى، وأنا مؤمن أن هنالك رجال ستنفذ. هذا الملف لهذه الليلة أناقشه مع ضيوفي الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، الشيخ محمد علي برهان، شيخ عام قبيلة العزة. حياكم الله ضيوف الكرام. البداية منك دكتور أحمد الشريفي بعد التحية والتقدير. كيف تقرأ ما يجري بديالى
ولصالح من هذا الذي يجري؟ ومن هي الحلقات المختبئة وراء هذا الصراع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لجنابكم الكريم وقناتكم الموقرة ومشاهديكم الكرام وضيفك جناب الشيخ الفاضل، حياك الله. بالحقيقة احنا عندما نتحدث عن ديالة يجب أن نتحدث عن تحدي أقل ما يوصف أنه هو تحدي مركب تتداخل فيه الأبعاد الدولية والإقليمية والمحلية، ولا بد من إعطاء توصيف على عجالة لهذه الأحداث. ديالة التي توصف بأنها المعبر المهم للغاز الطبيعي، والغاز الذي يأتي من أكبر حقل غاز في العالم، وهو حقل غاز مشترك بين إيران وبين قطر. فإذا هي معبر طاقة مهم وحيوي، لا سيما نحن نتحدث عن الغاز، وبعد أزمة أوكرانيا باتت سوق الغاز ومعابر الغاز هي جزء لا يتجزأ من معادلة الصراع الدولي. طيب، الأبعد من ذلك أنه أساسا هي ديالة تحتوي على خزين استراتيجي كبير جدا للغاز الطبيعي، ومعنى ذلك أنها معبر طاقة ومصدر طاقة. الأهم من ذلك أنه كما أن هناك موقعا استراتيجيا، من ضمن هذا الموقع الاستراتيجي هي تعد محاذية إلى إيران، وخط التماس الحدودي فيه أبعاد وأمور يجب أن نقف يعني عليها في التشخيص. داخليا هناك تقاسم لما يطلق عليه بمناطق النفوذ الحزبية. نعم. وأصبحت ديالة بقربها من خط التماس الحدودي دائرة لصراع نفوذ حزبي أدى بشكل أو بآخر إلى خلق هذه القضية المعقدة والمركبة التي قلنا تحضر فيها توازنات الدولية والإقليمية والمحلية. ليست بعيدة عن معادلة التصعيد في ديالة زيارة وزير الدفاع الأمريكي، على اعتبار هو في مساره رسم خطا جغرافيا لمنظمة غاز شرق المتوسط، ابتدأ بمصر، العراق، ووصولا إلى الأردن، ولربما أيضا قضية زيارة سوريا ليست بعيدة عن إطلالة البحر الأحمر عبر الأردن وحوض البحر المتوسط عبر سوريا، فضلا عن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية، واللي بالحقيقة ألمانيا كانت تمثل المعبر الأهم لأوروبا الغاز الطبيعي من روسيا عبر نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، والآن تغيرت المعادلة، فلربما أيضا الألمان تزامنا مع الوجود الأمريكي يبحثون عن خيارات بدائل الطاقة. فإذا نحن أمام منطقة جغرافيا ممكن أن نصفها بالمركبة في التعقيدات، وأنها قد تكون بؤرة أزمة. ما الحلول؟ الحلول في تقديري هو تفعيل النظم القانوني وتفعيل دور المؤسسات الضامنة لحصانة الجبهة الداخلية والخارجية. يا دكتور أحمد، خلينا أسألك، أفعل دور الجيش في مسك الحدود ومسك خلينا أسألك باعتقاداتك. إذا أنت كما تقول أن ديالة مخزن للطاقة ومعبر للطاقة، وتمثل واحد من الخطوطات المهمة للغاز الطبيعي لأكبر حقل نفط غاز لقطر وإيران، كان من المفترض بكل هذه المواصفات أن كل هذه الأطراف تعمل على استقرار ديالة وأمن ديالة لضمان مرور هذا الغاز. الذي حصل هو العكس. لا، بالحقيقة أخضعناها عبر أدوات محلية إلى إدارة الصراع الإقليمي والدولي، وهذه المتغيرات التي تحصل كما قلنا في معادلة الغاز وظهور السوق الغاز كبديل إلى البترول. لو تلاحظ الآن سكنت الأحداث في كركوك التي وصفها بريجينسكي بأنها مرجع للأزمات باتت تكاد تكون ساكنة في هذه الفترة، وبدأت تتأجج الفتنة والأزمة في ديالة، لأنه ديالة معبر غاز، والآن هو الفاعل المؤثر الأكبر هو الغاز، ومسألة التعويض من منطقة الشرق الأوسط كبديلا عن حسب مجريات الأحداث في أوكرانيا من روسيا. فإذا المعادلة تقرأ بهذا الشكل. هسه البعض يقول طيب ما هي ديالة ضمن حدودنا الوطنية، لماذا أصابها هذا الاضطراب؟ لأنه احنا بالأساس قلنا أن هناك صراع على مناطق النفوذ سياسيا، والكل يجمع، وهذه حقيقة لا يمكن إخفاءها، أن كثير من الجهات السياسية هي لديها ارتباطات إقليمية أو دولية، وبالتالي نقلت الصراع في الأمور الإقليمية والدولية إلى ديالة. لذلك عندما نضع هذا التحدي بعمقه وبأبعاده، نضع مقابل صانع القرار السياسي أمام تحدي وطني، أنه هناك فتنة وهناك احتمال أن تخرج ديالة عن السيطرة. كيف سيتصرف صانع القرار السياسي
وفي تقديري لا يوجد حل إلا بتفعيل الموارد الوطنية. وزارة الدفاع تمسك الحدود بقوة، وتدخل وزارة الداخلية كضامن لحصانة الجبهة الداخلية، ونستخدم فيها كل الفواعل على اعتبار التهديد. نعم. لا يخلو من بعد إقليمي، يشترك جهاز المخابرات الوطني في هذه المعادلة، جهاز الأمن الوطني، طيب. جهاز مكافحة الإرهاب، لنحتوي هذه الأزمة التي باتت نذير شؤم لا سمح الله للعراقيين، في احتمالية أن يكون هناك حربا أهلية أو طيب. صداما يهدد السلم الأهلي. هذا كما ذكرته في مقدمتي. أرحب بالشيخ محمد علي البرهان، شيخ عموم قبيلة العزة. حياك الله شيخنا. أنت كشيخ عام ومن العشائر التي نسميها بالضحايا، أنتم شنو روايتكم الحقيقية على أرض الواقع لما يجري بديالة، ليس من الحادثة الأخيرة فحسب، إنما على مر هاي السنين؟ من يدير هذا الصراع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أستاذ نجم، وعلى ضيفك الكريم، وعلى كل مشاهدي قناتكم الكريمة. بداية، الوضع في محافظة ديالى حقيقة منذ 20 عام من سيء إلى أسوأ، ومن أسوأ هو متجه إلى الهاوية، من ناحية الخدمات، من ناحية الإعمار، من ناحية الماء، من ناحية الكهرباء، ومن ناحية الأهم هي الناحية الأمنية. حقيقة ديالى تفتقر لكل ما عددت، لكل ما قلنا، تفتقر لضبط السلاح، لضبط يعني لتحجيم المجرمين، تفتقر إلى معاقبة الفاسدين والمجرمين. ديالى الآن تعاني من مشاكل كبيرة جدا. نعم. وفي هذا الوقت الحالي يعني بالتحديد احنا حاليا قبل مدة صارت عندنا مجزرة في مناطقنا، في منطقة تشيايلة لقبيلة العزة. المجزرة كانوا ناس آمنين مسالمين، جالسين في دارهم، يعني الناس تدري طالعين اللي يشتغل فلاح والنساء أيضا تعمل. دخلوا عليهم مجموعة من المسلحين اللي هم أنا أريد أسمي يعني كل واحد بمسماه، من قرية البوبالي المجاورة لقرية تشيايلة في قضاء الخالص. دخلوا عليهم مجموعة من المسلحين وباشروا بإطلاق النار على كل الناس، يعني النساء والأطفال والرجال العزل. زين. ومنطقة تشيايلة معروف عند القوات الأمنية وعند القيادات هي منطقة منزوعة السلاح تماما. باشروا بإطلاق النار. الغرض شنو؟ الغاية شنو؟ ما تعرف. والحصيلة 10 شهداء من قبيلة العزة، نساء وأطفال ورجال. الكتال الكتال أمنيا. هذا السؤال أنا يا أستاذ نجم أريد أسأله للجهات التحقيقية. عندما صار الحادث وهجمت هاي المجموعة المسلحة الخارجة عن القانون، أخذوا واحد أسير وياهم، أسير من قبيلة العزة، وثلاثة منهم عندما انسحبوا ودي يرجعون لعربهم، 3 من الجنات المنفذين للجريمة، واحد صديقه ضربه بطلقة بالغلط وتصوب، واثنين انقلبوا بالماطور بالدراجة النارية وتكسروا وتم إلقاء القبض عليهم. زين. فإحنا نسأل الجهات التحقيقية ذولا منو؟ المن تابعين؟ منو وراهم؟ ليش سووا هيك؟ احنا عن نفسنا كقبيلة العزة والشعب العراقي وكل شخص سمع بمجزرة تشيايلة يتساءل من وراء هؤلاء يعني. واليوم نرى تقصير واضح وغير قابل للمجاملة من الجهد الاستخباراتي في محافظة ديالى. شيخ علي. نعم. شيخ علي، الثلاثة ذول الآن شيخ محمد. شيخ محمد. نعم. بيك البركة. الثلاثة الآن ذولا في قبضة الدولة؟ الثلاثة ذولا في قبضة الدولة، وصار لهم من يوم الحادث إلى الآن هم في قبضة الدولة، والباقين هم أحرار طلقاء لحد الآن ما تم إلقاء القبض عليهم. وأنا دا أجيك بالموضوع. عندما صار الهجوم أخذوا أسير من قبيلة العزة، أخذوه إلى عربهم إلى قرية البوبالي. صار اتصالات معاهم، يا بتجيبوا الأسير، سلموا الأسير. قالوا له هسه نجيب لكم الأسير، دزوه منحور نحرا، مذبوح يعني ذابحيه نحرا. فهذا هيك عمل أي واحد يشاهده شي يريد يقول هذا عمل إرهابي بحت، أبدا ما نسميه غير عمل إرهابي. زين. وإحنا في وقتها
يعني حقيقة الأخوان يعني كان لنا وقفة كقبيلة العزة، وقفنا عندما صار التشييع، وقفنا في شارع المحافظة، وكان معنا الأخ محافظ ديالى والسيد طالب الموسوي قائد محور الحشد الشعبي بديالى، والسادة النواب، مجموعة من السادة النواب. للأمانة يعني أنا ما أريد أبخس حق واحد وأنطي واحد أكثر من حقه. مجموعة من السادة النواب كانوا معانا مشاركين أول بأول، وباقي النواب ساكتين تماما عن هذا الموضوع لحد ما صار تصعيد، ولحد ما صار الموضوع وصل يعني وصل الى ابعاد اخرى. يلا سمعناهم تكلموا وقالوا يابا احنا كذا. فهذا نعم شيخنا، نعم. انت الان بقضيه الاسير اللي اخذوه وانقتل بمضيف واحد من الشيوخ، مو هيك هاي القصه؟ نعم. الشيخ هذا منو؟ من يا عشيره؟ هذا من البوبالي، من قبيله دليم. من قبيله دليم. وهذا الشخص زين. هسه أنا حسب ما وصلتنا المعلومة أنه انقتل في مضيفة، فعاد هي انقتل في مضيفة في مكان آخر ما نعرف. بس احنا اللي نعرفه أنه أسماء الجنات المنفذين لهذه المجزرة معروفين من قبل شركائهم، من يعني اللي قلت لك اللزموا، ومعروفين من قبل المصاب العزاوي اللي لحد الآن هو عايش واعترف عليهم بالاسم، كل واحد باسمه، فلان وفلان وفلان هم اللي يضربون. شيخ محمد، نعم، احنا ولد عشاير. نعم. انت من على عندنا عدهنا، انت من تعرف الفيار، تعرف السبب، انت فيارك معروف، اطلابتك ويا البوبالي. نعم. عشائريه، سياسيه، تجاريه، ماليه، ايش عده وياك؟ لان ما معقوله جريمه ابدا. زين ابدا. نعم. احنا هذه الجريمه حقيقه. انا هم اريد ارجع على نقطه القاده الامنيين في ديالى، جزء منهم اول ما صار النزاع العشائري، اول ما صار الحادث قالوا انه هذا نزاع عشائري. زين، هو شنو نزاع عشائري؟ مفهوم النزاع العشائري انه قبيلتين يحملون السلاح ويتنازعون، مو تمام؟ زين، كيف اذا قبيله العزه ابناء تشيايله عزلوا ومجردين من السلاح بعلم الدوله، يعني دائما يكون عليهم حملات تفتيش، وما عندهم حتى كسريه الصيد، نسميها بالمسمى العامه يعني بندقيه الصيد، ما عندهم في القريه، قريه كامله خاويه من السلاح تماما. فكيف يكون مسمى نزاع عشائري وهو الطرف الاخر غير مسلح، ما يحمل معاه اي شيء، طالع يشتغل؟ الطرف الاخر من واقف ظهره؟ ياهو الدعمه. أنا هم أرجع لك على هذه النقطة، أنه أقول نطالب الجهات التحقيقية اللي لازمة ذولا. وكذلك إحنا سمعنا خبر قبل يومين بعد زيارة السيد رئيس الوزراء إلى ديالى، بلشت حملات كبيرة حقيقة تثلج الصدور، يعني للأمانة تثلج الصدور. زين. فإحنا نطالب الجهات التحقيقية قولوا لنا ذولا من وراهم، نريد نعرف، إحنا كلنا نريد نعرف من وراهم يعني. زين. والإخوان يعني كلا بمسمى. الناس استنكروا من قبيلة دليم، ذولا قبيلة دليم قبيلة عريقة، استنكروا ورفضوا وتبروا من منفذي هذه الجريمة، وقالوا احنا ذولا ما يمثلون. حولوا عندك كامل اجى لا احنا مو حولوا عندنا، احنا ما نرضى بالتحويل، احنا مهلنا الحكومة العراقية، الحكومة المركزية 35 يوم انه ترجعون حقوقنا. احنا عندنا 8 سجناء أبرياء من قبيلة العزة. في وقتها الوالد الأمير علي البرهان طالب من السيد رئيس الوزراء بالسجناء الأبرياء، وحج هادي العامري هم كذلك طالب بهم، وفي بعدها أطلقوا سراحهم. وعندنا 2 مغيبين قبل الحادث، قبل مجزرة تشيايله أخذوهم 10، 8 معلومة أماكنهم، و2 مغيبين ما حد يندل مكانهم لحد الآن. 8 طلعوا. بعد احنا مهلنا الدولة 35 يوم. انتم لو تتخذون القصاص العادل بهؤلاء المجرمين، لو احنا سيكون لنا رأي آخر. احنا قبيلة العزة حشدت القبيلة من شمال العراق إلى جنوبه. طيب، سيكون لنا كلام آخر، ونحن اي نعم. دكتور أحمد، يفهم من سياقات الرواية التي قدمها شيخ محمد علي البرهان أن الدولة، يبدو لي أو هكذا يتوارد إلى مخيلتي، أن الدولة محروجة، أن هنالك أطراف نافذة لا تريد أن تعلن عنها، يعني شوية بها غصة، لأن أكو جماعة متورطين. ولذلك هو يسأل
لماذا لا نعرف؟ لماذا لا نطلع على التحقيق؟ لماذا لا ينشر التحقيق والأمور تتوسع والدولة صمتة؟ شنو قراءتك؟ شنو تحليلك؟ نعم، هو بالبدء فقط اكو قضيه لابد ان نوضحها. انا من عندي منطقه اعمل على نزع سلاحها. نزع السلاح يفترض بالمقابل ان تتكفل مؤسسات الدوله الامنيه والعسكريه في تحقيق الامن والامان الضامن لمن يتم نزع سلاح منطقته لترتيب او مقتضيات اداره الملف الامني والعسكري. أن يكونون منزوعين السلاح ويتعرضوا لمثل هكذا عملية، فمعنى ذلك أنه حضور أبعاد سياسية. لو تلاحظ الجريمة من حيث المظهر الخارجي هي جنائية، لكنه احنا نقرأها أنه هي جريمة منظمة، والجريمة المنظمة باطنها إرهابي، أبعادها سياسية، الغاية منها تحريك الساكن في الصدام بين العشائر من أجل خلق حالة اضطراب لإيجاد وفرض واقع حال يؤثر على صانع القرار السياسي وعلى المسار السياسي في دكتور. هاي ميليشيات العملية هاي من يقودها؟ هذا من يقود المسلسل حتى يأثر على صانع القرار؟ هي ما انا اريد منك نقول حزب. دكتور من نقول حزب؟ منو؟ نعم. ايران؟ نعم. قطر؟ احزاب؟ ميليشيات؟ منو اللي يقود هذا المسلسل؟ احنا بدنا نتحدث امام دم، لازم نتحدث بالبنط العريض. هذا قصدي. منو بده يقودها؟ هذا قصدي. تجار المخدرات ايش يسوون؟ نعم. احكي لي هيك صراع على المنافذ وتجارة المخدرات دكتور؟ ماكو صراع محلي استاذ نجم. من الذي عطل الأسس والمرتكزات للدولة العراقية في كونها دولة مؤسسات ودولة قانون؟ هي المحاصصة، والمحاصصة الحزبية هي ارتهان للإرادة المحلية، لا أقول الوطنية، لأنه لو كانت وطنية ما لا ترتهن لا إقليميا ولا دوليا. هذا عرفه ولكن دكتور. ارتهان هذا عرفه لجهات دكتور. حزبية بتوازنات إقليمية ودولية. واضح. احكي لي على المنطقة منو مسيطر عليها؟ المنطقة بيد من؟ المعابر بيد من؟ المنطقة بيد بدر، ديالة بدر، لكنه بدر لهم حلفاء. زين وآن الأوان المقتولين ربع بدر، القائد العام للقوات المسلحة. هسه المقتولين جماعة بدر، ما افتهم. هي هاي المشكلة. زين المنطقة البدر والشبعانين الطرفين اكو دا يصير. اي إذا لم تكن بدر قادرة على مسك الأمن كما حصل مع التيار الصدري، اليوم التيار الصدري أعلن انسحابه تجميد نشاطه، لأنه حتى لا تختلط الأوراق ميدانيا، أنت صاحب التأثير الأكبر حزبيا هي بدر في ديالة. إذا لم تستطع أن تنفذ مهاب في إسكات هذه الفتنة، انسحب واترك اترك المسؤولية أمام الجهاز الأمني والعسكري، خليه يتصرف. ولذلك يا دكتور إذا حصل خللا في المؤسسات نعيد تنظيمها ونعيد توازنها. يا دكتور أحمد، نعم، رسالة من عندنا إلى السيد هادي العامري، مثل ما سيد مقتدى جمد ربعه سحب ربعه، اسحب ربعك الله يستر عليك، جمد نشاط ربعك الله يستر عليك. بلد راح يحتلك من ورا دياله. خلينا نعرف منو بده يعبث بالساحه، حتى لو انتم متهمين، لو انتم ابرياء، حتى نعرف الكتال. أحسنت. سيد هادي العامري، منظمة بدر، اطلعوا، خلوا الجيش يشتغل، خلوا الدولة تشتغل، خلوا رئيسكم يشتغل، هاي مو حكومتكم. اطلعوا. سيد مقتدى سحب ربعه وانتم سحبتوا ربعكم، حتى ليظل ذاك الوقت جهاز مكافحة الارهاب الشيله، ويا دولة الرئيس حتى الحكومة المحلية شيلها حتى نعرف وين صايره الامور. نعم دكتور احمد. نعم، هذه قضية انفاذ القانون، هذه ضرورة في منطقة باتت تهدد السلم الاهلي، وتفعيل دور المؤسسات هو ضامن، لانه الان احنا هذا الارباك السياسي والتداخل السياسي في كثير من الاحيان يؤدي التدخل السياسي الى خلط الاوراق على المؤسسات، والمؤسسات لا تجيد اداء دورها في ظل ضغط سياسي. بما انه الان
احتمالية خروج ديالى عن السيطرة بات متوقع، فيفترض أن يجري تنظيف الميدان، تنسحب الأجنحة المسلحة للأحزاب حتى تأخذ المؤسسات دورها، لأن المؤسسات لا تتحرك إلا ببعد قانوني وفيها لوائح وقوانين صارمة ناظمة لأمورها، ثم يفعل الجهد الاستخباري بخلية أزمة. ضروري جدا أن تكون في ديالى الآن تشكل خلية أزمة. طيب يشترك بها أولا وزارة الدفاع. ليش؟ قلنا خط تماس حدودي، والدور الوظيفي لوزارة الدفاع هي مسك الحدود حتى تسد هاي الثغرات اللي منها قضية التهريب وأبعاده. بالمناسبة التهريب هو ليس قضية جنائية اقتصادية، هو انتهاك لاقتصاد العراق، لا، هذا تهريب للمخدرات، أي بمعنى تهديد للأمن القومي. يوميا مليونين دولار تجري على العراق من أجل استنزاف موارد البشرية. مليونين دولار حصة كل واحد يومية، وهاي تقارير رسمية موجودة عند الدولة. نعم. لا نقيد التحليل بمليونين الدولار لحتى لا نشتت ذهن الرأي العام العراقي. أنا ما يعنيني اللي دا يجري تهريبه هي المخدرات. نعم، هذه الأموال لشراء الذمم، نعم، وللقيام بتسهيلات من أجل تمرير المخدرات، لكن المخدرات شنو غايتها؟ تدمير الشباب. تعرف في الجيوبوليتكس، الجغرافيا السياسية، يصنف العراق من الدول الفتية، يعني بنسبة الشباب أكبر من الكهول. الإرهاب كان يحصد شباب، القاعدة ومن بعدها داعش. نعم. والأزمات تحصد الشباب، والآن المخدرات أيضا تحصد الشباب، أي بمعنى أكو يد عابثة إقليميا ودوليا ترغب في إبادة الشعب العراقي وتدميره. لذلك لا نقرأها ببضع ملايين الدولارات، مو هاي الفكرة. الفكرة هذه نعم اكو نفوذ دنيئه تتفاعل مع هذا المشروع، لكن اصلها دخول المخدرات هو تهديد للامن القومي وتهديد لمواردنا البشريه. طيب انا اشكرك. ولذلك انا اقول انه خليه الازمه وزاره الدفاع تمسك الحدود عن اذنك، وزاره الداخليه ان تنبري لمسك الارض عبر الشرطه المحليه ومدعومه بالاتحاديه. ليش اقول المحليه؟ المحليه من السكان المحليين، خلي ننوعهم حتى كل من ياخذ دوره الوطني. تعال انت من العزه، تعال اوقف بصف الشرطه اللي من الادليم وشوفونا منو دا يلعب بساحتنا بهذه الطريقه حتى يعبث بامننا. نعم. بعدها نجيب الاجهزه الاستخباريه، الامن الوطني وجهاز المخابرات. هسه المخابرات يقول لك ما هو ضمن التهديدات العابره للحدود. نعم، هناك يد عابثه عابره للحدود تتدخل ببلدنا. طيب. هؤلاء يجتمعون كفريق وطني لإيجاد الحلول، والسيد القائد العام للقوات المسلحة يفترض أن يكون بالإمرة المباشرة لهذه الخلية. طيب أنا أشكرك. خلوني أنتقل للمقدادية حتى ألتقي بعوائل الضحايا. انطوني الشباب منو جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ نجم، تحية لك. تسمعني الآن؟ أسمعك أستاذ نجم. أنت بس خلي أتعرف على حضرتك، أنت عندك بناتك انقتلوا بالحادث؟ أنا جاسم والد الضحايا الأطفال وأخي الكبير وزوجة أخي ورضيعتي وابن أختي وابن خالتي، 8 شهداء من عائلة واحدة. زين، أنت ليش تعرضت؟ أنت مطلوب تشتغل لك ويا حزب، تشتغل سياسي، عندك طلابة عشائرية، اجوا كتلوا منك 8، ليش؟ شنو الاسباب؟ شو تفسرها انت؟ والله استاذ بالحقيقه انا امام قناتكم الكريمه، انا رجال لا سياسي ولا عندي عشائري، طلابه عشائريه ولا نزاع عشائري ولا خلاف ويا كائن من يكون من المواطنين بالخصوص بقضاء المقداديه، ولا عندي عداوات شخصيه. ناس بسيط مزارع، أنا رجال مزارع في محافظة ديالى. قبل 4 أيام 5 تعرضون لهذا الحادث الإرهابي الجبان، إصابات خارجة عن إطار الدولة وعن الدين الإسلامي. لولا ينتمون للدين الإسلامي ما يحرقون الأطفال. حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النساء والأطفال ما لهم علاقة، بس ما أعرف هذول الأيام اللي ينتمون منها. بس أسفي على الحكومة المركزية لحد هذه اللحظة لم تتخذ أي إجراء، وشكلنا لجان ووعزنا لفلان
ولحد هاي اللحظه ماكو اي نتيجه، مجرد قامت قوه باحتقال ابن عمي وشقيقا اللي انقتل بالحادث، وجاي يسوفون القضيه يقولون لي انه ابن عمك هو اللي قام بالعمليه وصار له 4 ايام معتقل في مديريه الاستخبارات ببغداد. اسالك ما بالله، هذا الشخص ينطي اخوه واخوه الثاني مصاب وولد عمه واطفال يقوموا بهاي العمليه؟ شنو من هاي ضمائر عندكم؟ ليش تسوفون هذه القضيه؟ انا استاذ نجم من خلال قناتك الكريمه ومن خلال المشاهدين اطالب الدول العربيه، اطالب قطر، اطالب السعوديه، اطالب الكويت، الدول العربيه، نحن اكثر من 200 عائله في المقداديه من عمامي واقاربي معدين ومستعدين الى الرحيل، لا يستطيع العيش في محافظه دياله وبقضاء المقداديه بالخصوص، لان ما بها امان، الدوله عجزت عن الامان للناس. اقسم بالله انا وعائلتي واكثر من 200 عائله راح ننزح نطالب منظمات المجتمع المدني، الدول العربيه مثل ما ذكرت ان تفسح لنا المجال حتى نروح يمهم نحافظ على باقي عوائلنا. كفى لماذا؟ الكبار نقول بالله عندهم ذنب، عندهم بالسياسه، عندهم بغير امور، بس هذول الصغار اطفالي شنو ذنبهم؟ استاذ نجم ثق بالله اذا اراويك الحادثه السياره تحترق وانا واقف على اطفالي لا استطيع ان انقذهم. يعني اسال الشرفاء، يقبل رئيس الوزراء ابنه يحترق قدام عينه وما يقدر يطلع؟ ليش؟ اين قياده الشرطه؟ اين دور قياده العمليات؟ قائد عمليات يتصل بالمراسلين والمذيعين، لا تسوقون القضيه، لا تكبرون هذا الشيء من اكبر من طاقته. ليش؟ لماذا؟ ليش؟ وين سيد طالب الموسوي مسؤول المحور مال الحشد؟ ما وصل، ما جاء، المسؤولين ماكو، بعض من النواب جاي ياخذ يحزوني، انا ما اريد تعزيه، اريد تجيب حقوق اطفالي، اطفال عائلتي اللي انذبحت. لماذا؟ اسالك ما بالله ولي ضيفيك الكريمين اللي جاي يسمع، من واحد من عندكم يتقبل هذه المصيبه؟ وانا من خلال قناتك هذا كلامي الاخير عنكم ايها الدول العربيه الشريفه وعلى راسهم محمد بن رئيس دوله قطر، افسح لنا المجال المقداديه. يا ابن عمي يا ابن عمي خليني اقول لك شيء، انت عايش في بلد لا يختطفه هؤلاء الشراذم، لا فلان ولا فلان، وحياتك حقك يجي غصبا عليهم، حقك يجي غصبا على شواربهم اوداتك. زين احنا عراقيين وياك زين. استاذ نجم اذا تسمعني ومن خلال قناتك الكريمه، اذا تحب اراويك اكثر من 58 شهاده وفاه حادث ارهابي لعائلتي، والدوله ما استطاعت انه تحميني، واخر قضيه هاي قبل 3 ايام اطفالي واخي انت من يا امام من يا امام. انا رجال انا تبيني وافتخر بهذه القبيله المجاهده المضحيه، ولكن من خلال قناتك اناشد منظمات المجتمع المدني والدول العربيه يا ابن عمي الدول العربيه ان لم تستطيع ان تقدم لي هذه الخدمه، اناشد الدول الاوروبيه، اناشد الكفره الحمايه لاطفالنا ونسائنا. ما نقدر نعيش استاذ نجم، ما نقدر قضاء المقداديه بعره عن ارهاب داعشي، عصابات خارجه عن القانون، التهريب، المخدرات، وسطت الاطفال، وسطت النساء، وسطت الطالبات بالمدارس. الله اكبر. المقداديه اذا سقطت المقداديه استاذ نجم، اذا سقطت المقداديه ومحافظه دياله، اعلم ان بغداد والمحافظات سقطت تماما. انا اشكرك شيخ محمد. المحافظه والقوات الامنيه اللي موجوده وين دورها كل هاي السنوات؟ وين دورها؟ تعتقد اكو تراخي؟ تعتقد اكو تقصير متعمد؟ تعتقد هذه الجهات محكومه من اطراف اخرى؟ انتم بنص الحدث، احكوا لنا الصدق.
والله يا استاذ نجم، يعني من ناحيه اكو تراخي، والتراخي هي هاي يعني يعني سبب التراخي هذا اللي دا يولد لك هاي الشهداء وهاي الاطفال، مثل ما تفضل اخونا. الله يعينك على مصابك يعني، ومصابنا مثل مصابك، بس انت اطفالك تشوفهم يحترقون، هاي مصيبه كبيره يعني. احنا الزلم قلنا حتى حكيناها من يعني بالعاميه بالعربيه، انه الزلم للشتل ما ننقهر عليهم، بس النسوان والاطفال هم ذول الفاجعه الكبيره يعني. فاحنا التراخي موجود استاذ نجم، موجود جدا. ودياله بالذات محافظه دياله من 2014 عندما دخلت عصابات داعش الارهابيه، يعني باشرنا كعشاير، تكاتفنا كعشاير، وهذا الامر احنا يعني متربين عليه ابا عن جد، انه دياله عشيره وحده. تكاتفت العشائر من الطائفه السنيه والشيعيه ومن كل، وحتى الاكراد من كل المكونات. قاتلنا داعش يدا بيد، يدا بيد. وكان الدعم من الحكومه المركزيه ضعيف جدا، ولكن كعشائر قدرنا انه نتغلب على داعش كل من بقاطعه. احنا بدورنا كان الشيخ عبد الخالق العزاوي يقود معارك التحرير، ونحن معه في جبال حمرين والعظيم ودل عباس وهذه المناطق. وكانوا اخواننا من قبائل بني تميم وهاي في المقداديه وفي الزور وذاك القاطع. شيخ محمد، واخواننا مع عونه الحج الشعبي. اي نعم شيخ محمد، خلينا نعم نسولف بسؤال فهنا. الغريب اللي يمكم ياهو الرجله طويله يمكم. صوتك دا يقطع. اقول لك ياهو الغريب القاعد بنصكم، ايراني، امريكي، تركي، داعشي، مكشر. شيخ محمد، والله يا استاذ نجم، الغريب اللي جاي منا احنا ليش نحكي نقول غريب ونقول مو غريب؟ خب ليش ما نحكيها مثل ما هي ونحكيها بصوره واضحه؟ التقصير اليوم من القيادات الامنيه بنقل الصوره الى سيد رئيس الوزراء، وهذا الشيء واضح وصريح جدا. قبل يومين كان الوالد عند رئيس الوزراء الامير علي البرهان، كان في زياره عند رئيس الوزراء، نقل الصوره بما انزلت، اللي هي قال انه القيادات الامنيه في دياله الصوره انه 1 2 3 10، انه هذا الامور اللي تصير محافظه دياله من قضيه العزه الى قضيه بني تميم الى القضايا التي قبلها اللي سبقتها. هذا القضايا اللي صارت في عرب البو بكر بالعظيم، وصارت في الجيزاني عند خوالنا بني تميم، وهي ما شاء الله اكثر قبيلتين دا تعطي ضحايا هن ذن الاثنين اللي قاتلوا داعش وقارعوا الارهاب. فنقلوا الصوره. السيد رئيس الوزراء بلقاء للامانه اثلث صدورنا، امهل القيادات الامنيه اسبوعين وقال لهم انقلوا الصوره بشكل صحيح، يعني صار عمل ارهابي يروحون يقولوا له نزاع عشائري. هسه وين حق الله بهذا الموضوع؟ انا هم ارجع واقول وين الجهد الاستخباراتي والمخابرات؟ زين السيد المحافظ، هذا الكلام هو رئيس اللجنه الامنيه، السيد المحافظ اي نعم، اي شنو دوره؟ السيد المحافظ للامانه احنا شفناه معانا كقبيله العزه في هذه الحادثه اللي مرت علينا، كان متعاون جدا هو والاخ حج هادي العامري كذلك. يعني حاول جهد الامكان انه يطفئ نار الفتنه، لان مثل ما قلت لك احنا بقضيتنا الاخيره قبائل العزه من الجنوب ومن الشمال ومن الوسط. بس اذا تسمح لي نعم. شنو جهد الامكان؟ يطفئ نار الفتنه؟ من مسؤوليته ان يطفئ نار الفتنه، وان لم يتمكن من اطفائها يغادر. لا تعلمهم على هذا المنطق، هذا شغله، هذا واجبه. اللي ما يدبرها يطلع. شنو جهد امكانه؟ هاي دولة يجب ان تقاد بكفاءات. هذا دم لعراقيين ابرياء قدام الناس. تميمي يتدخل بالدول العربية يشوف له مكان امين، والله ما تظل عقل على روس. عيب. والله يا استاذ نجم، الموضوع قلت لك احنا الناس المقصر دا نقول عليه مقصر، واللي دا يسعى بحل النزاعات ودا يؤدي واجبه مثل ما تفضلت، هو مسؤول ودا يؤدي واجبه بصوره صحيحه. انا عددت الناس بالاسماء، تقول النائب الفلاني والمسؤول الفلاني والقائد الفلاني معانا دا يركض يمنى ويسرى، والنائب الفلاني والمسؤول الفلاني والقائد الفلاني مقصر. انا دا اقولها ما دا اجامل هذا الموضوع، هذا دماء ربعي واهلي وعشيرتي، انا ما اجامل عليها. وانا اليوم من مهلت الدوله وقلت انه 35 يوم اذا ما رجعتوا حقوقنا
وعدمتوهم، ونحن في صدد انه في البدايه كان تقزيم الحاله وتسويفها. طيب شيخ انه محمد، حتى الماده القانونيه يريدون يسووها قتل عمد. بس اسمح لي خليني اكمل معنا وقتي النقطة خلاص. أستاذ نجم. نعم. كانوا يريدون نعم كانوا يريدون يسووها قتل عمد، ونحن رفضنا انه تكون قتل عمد. طالبنا بانه تكون 4 ارهاب، وقلنا اذا لم تتنفذ اي شروط مليناها عليكم، قبيله العزه ستقف وقفه تاخذ حقها بايدها. طيب. وهذا الشيء نحن قادرين عليه. اذا الدوله ما قدرت تقدم هذا الشيء، احنا ناخذ حقنا بايدنا. بس السيد رئيس الوزراء بزيارته الاخيره والله اثلث صدورنا حاليا دياله يعني حاليا باستقرار امني. انا اليوم هاي جيتي من محافظه دياله. نعم انا اشكرك شيخ محمد. بدقيقه دكتور احمد. نعم الشريفي، هل هنالك كما بدا يقال ان هنالك ثقل للامريكان في هذه الاحداث لغرض التقرب من دياله، الدخول لدياله او موطئ قدم بدياله من اجل ايران او التقرب من ايران؟ بدقيقه دكتور. لا، هو بالحقيقة الأمريكان ما يحتاجون أن يتقربون حدوديا، لأنهم يمسكون بالجو، وقواتهم قوات محمولة جوا بإمكانها التموضع والتحرك في أي رقعة في منطقة الشرق الأوسط كله. زين. ومسك الجو في الحروب الحديثة هو أهم بكثير من مسك البر أو التموضع على حدود. زين. أنا في تقديري أنه إحنا أمام تساؤل. إذا وجدنا إلى إجابة فرضية، من الذي حرك الجماعات التي تبرت منها عشائرها للقيام بمجزرة؟ من اللي حركهم؟ من اللي حرضهم؟ من اللي حرك الساكن في هذا التوقيت في تمام. قضية ديالة؟ هذا اللي نبحث عنه. تمام. وهذا ما نقدر نوصله عبر آراء إعلامية، وإنما أن نشكل فريق عمل وطني. نعم. بين جهاز المخابرات، الأمن الوطني، الجيش واستخبارات الدفاع. نعم. والداخلية، حتى تظهر الحقائق بدون مجاملة. طيب. ونصل إلى اليد التي تعبث وتحرك، حتى إذا كان لنفرض أنا أشكرك. أنه هناك كانت نعم. تصعيد في داخلهم. منو اللي ثور الآن الأحقاد وخلاهم يصطدمون؟ ما الوضع كان ساكن. هاي إذا وصلنا لها راح نوصل إلى عندك قراءات دكتور؟ وجدها. عندك معطيات بهذا؟ هاي الأسئلة خطيرة. عندك ما يشير إلى هذا دكتور أحمد؟ أحسنت. هو احنا ايش عندنا؟ المفروض منو يجيبنا؟ يجيب له الجهد الاستخباري. ليش الجهد الاستخباري صامت؟ اكو معناها اكو يد عليا سياسيه تسكت الاوضاع حتى تبقي الازمه وخلط الاوراق قائم. هذه القضيه لا يستطيع ان يتخطاها الا رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه. لا مجامله على الدم العراقي. طيب. هذه المنطقه اذا خرجت لا سمح الله عن السيطره قد تصبح غدة سرطانية، أزمة قد تندلع، مثل ما يوم من الأيام تباهلنا بقضية القائم من طلعة داعش ووراها امتدت وصلت لنا إلى الموصل. أنا أشكرك دكتور حتى لا تتمدد القضية ويأخذ الحق بإنفاذ القانون مع الجميع لتهدئ النفوس ولنوئد هذه الفتنة الخطرة جدا. أشكرك. بقى عندي آخر دقائق. أنا حريص أنه أسمع القادة الأمنيين والحكومة والسيد رئيس الوزراء أصوات المظلومين، عوائل الضحايا اللي ما قدر يشوفهم. هسه انطوني أيضا أحد الأخوة أيضا من البغدادية، مو أيضا أخوه مقتول السيد حسين التميمي. حسين الله يساعدك. عليكم السلام. أيوة أستاذ. أنا حريص أنه توصل أصواتكم. شنو اللي عندك ما ممكن أن تقوله أخي حسين، والبقية بحياتكم طبعا. لا يعطيك العافية يا ولد. أستاذ احنا ما عندنا يعني شيء نقوله، بعد هو اللي صار واحنا اعطينا 8 شهداء ما بينهم اطفال احترقوا امام عيوننا. وانا اخوي من مقتول ما تعرفت على جثته، قد ما ممثلين بي خانقينه عادمين اعدام يعني خلقه هنا براسه طالعه من حلقه. انا واقف فوقه ما اعرف هذا اخوي، ما اعرف هذا اخوي. ليش استهدفوكم انتم بالذات؟ ليش؟ اكو سبب؟ اكو قصه؟ اكو عداوه؟ والله استاذ احنا ما عندنا عداوه لا عشائريه ولا سياسيه، بينما احنا ناس فلح
نجي نطلع من الصبح نرجع بالليل على قد شغلنا، نطلع على يم بيوتنا ننقتل. شنو الذنب اللي مسوينه؟ شنو الذنب اللي مسوينه؟ شنو اطفالنا تحترق امام عيوننا. انا اخويا واقف فوقه 15 دقيقه ما اعرفه الا دق تليفونه واخويا عرفته، يلا هذا اخويا. ليش؟ زين اطفال الحادثه صارت بالنهار بالليل؟ صارت بالليل الساعه ب9:30. ب9:30 صارت هذه الحادثه. ب9:30. اي زين عندكم يعني خيوط؟ عندكم خيوط؟ لحد الان لا شاكين، لا اكو خيوط، ولا نتهم احد بانما هي هذه مجموعه ارهابيه داعشيه منظمه هذه العصابه. فاحنا استاذ من خلال برنامجك الكريم احنا نريد نطلب اللجوء لاي دوله، خلصونا من المقداديه. يعني انا بال2007 انقتل جدي وعمي وابن عمي وتهجرت الى منطقه اخرى، وتالي بهذه المنطقه ارجع النوب اعطي اخويا اللي هو اخويا شهيد ما اعرفه 15 دقيقه واقف فوقه وما اعرفه قد ما ممثلين بجثه. من بطي طلقه من نايه طالعه من حلقه. شنو ذنبه هذا؟ طيب. هو شنو ذنبه؟ انا اشكرك يا استاذ نجم، يا استاذ نجم عيوني، من خلال قناتكم الكريمه وبرنامجك يعني نطلب اللجوء. يعني بس اعطونا مجال، خلينا نهجم لدياله، بعد ما نامن لا على اخواننا لا على اطفالنا لا على مالنا. بعد هو اللي انا اشكرك حسين. انا قبل ما اختم، سيد دولة رئيس الوزراء، ثق بالله الكريم دياله مؤامرة كبيرة. نصيحتي لك التحقيق بشكل مباشر بإشرافك. والله راح يكذبون عليك، والله ياكو مخطط كبير. انتبه يا دولة الرئيس، المخطط كبير والشك كبير والتمرير كبير. لا تصدق، خلي كل خطوة بحضورك، ولا أريد من دياله أزمة كبيرة جديدة. وخلي يطلعون لك التقارير المضمومة تشوفها، لكن لا يهم، خلي التحقيق بيدك. الشيخ محمد علي البرهان شكرا جزيلا. الدكتور أحمد الشرفي حوالي الضحايا. انتهى ملفي لهذه الليلة، شكرا لكم.